الناس اللي طلبت اني اجيب ليهم قصص حقيقية حصلت في الصعيد. القصة دي حصلت في مدينة الاقصر في صعيد مصر، بس احداثها قد لا تناسب الجميع لان فيها احداث قمة في الرعب. وقبل ما نبدأ كل قصة كالعادة ما تنساش تردد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. صاحبة القصة بتقول انا اسمي ارين، عايشة مع أمي اسمها رحاب وأبوي اسمه أحمد وجدي أبو أبوي اسمه حسين. وركزوا في الأسماء لأن ليهم دور مهم في القصة. المهم أرين بتقول بدأت أحداث القصة لما كانت أمي لسه حامل فيا. جدي اللي اسمه حسين كان شغال شواف، وشواف في الصعيد معناها باحث عن الكنوز. بتقول والدي اللي اسمه أحمد كان موظف في شركة ري، وأمي رحاب كانت لسه حامل فيا زي ما احنا قلنا. وفي يوم جه لجدي شخص غريب وطلب منه يروح معاه للفيلا لان الشخص الغريب ده حاسس ان الفيلا بتاعته فيها اشياء غريبة، والشخص ده كان عايز يعرف الفيلا فيها ايه. والاشياء الغريبة دي يا جماعة في الصعيد هي علامة من علامات ان البيت فيه كنز. وجدي راح مع الشخص الغريب ولف في الفيلا، وجدي سأل الراجل وقال له هو هنا فيه بدروم؟ ورد عليه الراجل الغريب وقال ايوه فيه بدروم، بس من ساعة ما اشتريت الفيلا عمري ما نزلت تحت في البدروم. وطبعا جدي طلب من الراجل الغريب انه يوريه مكان البدروم وينزل معاه جوه في البدروم. وفعلا الراجل الغريب اخذ جدي ونزلوا مع بعض داخل البدروم، وكان الجو مظلم ومرعب. وجدي طلب من الراجل الغريب انه يجيب شمعة او كلوب علشان ينور. كلوب ده يعني أداة كانت بتنور في زمان في صعيد مصر. وفعلا الراجل الغريب طلع اللي هو صاحب الفيلا وساب جدي لوحده تحت داخل البدروم. وفجأة جدي سمع صوت غريب جدا. جدي يا جماعة وهو في البدروم لوحده بعد ما صاحب الفيلا مشى سمع صوت سحب كأنه واحد بيجر حاجة تقيلة على الأرض، وسمع أصوات خطوات وهمهمات. ساعتها جدي أدرك إن الفيلا فيها حاجة مرعبة، وجدي ساب البدروم وطلع. ولما طلع شاف الراجل الغريب صاحب الفيلا في وشه. الراجل صاحب الفيلا سأل جدي باستغراب وقال له أنت ليه طلعت من البدروم؟ وجدي حسين رد عليه وقال له أنا هروح دلوقتي ونتكلم بعدين. وفعلا جدي خرج وروح ونام. وفي نفس الليلة بعد منتصف الليل صحي جدي على صوت مرعب جدا. الجد حسين لما فتح عينيه الأول كانت الأوضة مظلمة جدا. حاول يتحرك لكن ما كانش قادر، كان حاسس إنه مقيد. يعني عارفين يا جماعة إحساس الجسوم لما يكتفك وما تكونش عارف تتحرك؟ هو ده الإحساس اللي كان بيحسه جدي حسين. المهم جدي حسين شاف قدامه بنت في منتهى الجمال. البنت كانت لابسة فستان وعلى راسها تاج كأنها أميرة زي الأميرات اللي بنشوفهم في المسلسلات. والبنت قالت بصوت مخيف أنا أرين بنت الكاهن وحامل قصور. صاحبة القصة يا جماعة بتقول وطبعا انتوا عرفتوا ليه جدي سماني أرين على اسم الأميرة اللي ظهرت له في الليلة إياها. المهم الأميرة كملت كلامها وهي بتكلم الجد حسين بصوت مرعب وقالت أنا أرين بنت الكاهن وحامل قصور، إياك والاقتراب من مرقدي والعبث معي. بعدها الأميرة اختفت وجد حسين تحرر من قيوده. وفضل جد حسين مريض لمدة شهر كامل. ولما ابتدى يسترد عافيته قام وراح لصاحب الفيلا وحكى له اللي حصل. يعني جدي راح لصاحب الفيلا وقال له والله انا صحيت على صوت واحدة لابسة لبس اميرة وكانت لابسة لا بلا 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 بلا، يعني حكاه الحكاية كاملة. والاميرة حذرتني اني بلاش اقترب من الفيلا. وجدي بعد ما حكى الحكاية للراجل صاحب الفيلا، الراجل صاحب الفيلا ما كانش مصدق جدي وقال سيبك من التخاريف دي يا عم حسين، سيبك من التخاريف دي، لو انت مستقل الفلوس اللي انا هديها لك انا ممكن اديك نص الكنز اللي هنلاقيه. لكن جدي يا جماعة طبعا رفض وقال للراجل صاحب الفيلا انا شغال شواف للبلد مش شغال مع اللصوص. وجدي غضب وسابه ومشي. وبعد كم يوم عرف جدي ان الراجل صاحب الفيلا استعان بدجال وكم واحد علشان يحفروا. وراح جدي جري بسرعة وحكى لوالدي اللي هو ابوي، يعني
اللي هو اسمه احمد يا جماعه. يعني جدي حكى لابوي الحكايه، وابوي اخذ جدي للشرطه، وفي الشرطه حكوا على كل حاجه، وراحت الحكومه للفيلا. بس اللي شافوه رجال الشرطه كان مرعب جدا. رجال الشرطة لما وصلوا الفيلا لقوا صاحب الفيلا والعمال متفحمين تماما، ومفيش اي مكان لحريق، او بمعنى اصح مفيش اي شيء يدل على ان كان في حريق. المهم جدي رجع البيت وحمد ربنا انه ما طمعش وكمل نبش في الفيلا. جدي حمد ربنا انه عمل بالرسالة اللي وصلته من الاميرة، لكن من يومها وحياة جدي انقلبت رأسا على عقب. من يومها بدأت تحصل حاجات غريبة. يعني أوضة جدي في عز الحر تبقى ضراوة، ودايما بيته فيه خير. الأكل اللي ما كانش بيكفيهم بقى بيكفيهم ويزيد كمان، لحد ما أنا اتولدت، اللي هي صاحبة القصة يا جماعة. وصاحبة القصة بتقول لما اتولدت سماني جدي أرين على اسم الأميرة اللي طلعت له في الليلة إياها. وبعد ولادتي بسنة جدي سمع إن الورثة عارضين الفيلا للبيع. كنت أنا ساعتها في ابتدائي، وراح والدي احمد اشترى الفيلا، وبعدها بشهرين جدي توفى الى رحمة الله. وبابا استلم الفيلا ووضبها ورحنا علشان نعيش هناك. ولما عشنا في الفيلا انا كان لي اوضه لوحدي، بس اللي حصل معايا في الفيلا كان اغرب من الخيال. اللي حصل معايا في الفيلا يا جماعة، كنت أول ما أجي أنام أسمع حد بينادي عليا باسمي ويقول لي أرين، اصحي يا أرين، اصحي يا أرين. ولما أصحى كنت بشوف بنت جميلة تيجي تلعب معايا، بنت جميلة لابسة فستان وعلى راسها تاج، نفضل نلعب ونضحك ونتكلم. ومرة كنت بلعب معاها وفجأة أبويا دخل عليا أوضتي وهو مرعوب، وأبويا فضل يقول أرين أنت بتكلمي مين؟ رد عليا أنت بتكلمي مين؟ ساعتها انا كنت صغيرة، بس حكيت لابويا كل اللي بشوفه، لكن ابوي ما كانش مصدق ولا حرف من كلامي. واستمرت الايام يا جماعة، وانا في كل ليلة اشوف الاميرة تيجي تكلمني وتلعب معايا، لحد ما سمعت العيال في الحارة بيقولوا عني اني ملبوسة. حتى ابوي قال عني اني ملبوسة وجاب لي شيخ في البيت. بس لما الشيخ جه بيتنا وبدأ يقرأ علي حصلت الصدمة. في الحقيقة يا جماعة الشيخ ما كانش بيقرأ قرآن، لكنه كان بيقول كلام غريب جدا أول مرة أسمع بيه، وفضل يقول اخرج يا ملعون منها، اخرج منها قبل ما احرقك. والشيخ أو بمعنى أصح الدجال ضربني على وشي، وأنا فضلت أصرخ لأني كنت حاسة بكل حاجة. بس بعد ما هديت شفت الدجال وهو في قمة الرعب بيقول أرجوك اتركيني، بلاش تقتليني، أرجوك سيبيني في حالي. والدجال يا جماعة جري وهرب من البيت كأن الجحيم يطارده. وابويا كان في قمة الذهول، وسكت والدي واخدني في حضنه وقال لي والله يا بنتي انا ما كنتش عايز ازعلك، انا عملت كله ده علشان خوفي عليكي، لكن انا بصراحة زعلت من ابوي علشان جاب واحد ضربني ودخلت اوضتي علشان انام. وبعد نص الليل صحيت على مصيبة. بعد نص الليل يا جماعة صحيت على صوت أمي بتصرخ، وجريت بسرعة على أمي ولقيت والدي ميت وعينيه كلها خوف. فضلت أبكي عليه ونمت على حجر أمي، وساعتها سمعت أمي بتقول لن يبكي أحد، لن يبكي أحد. لما سمعت امي بتقول لن يبكي احد كنت اول مرة اشوف امي تتكلم بالطريقة الغريبة دي، وانا ساعتها ما فهمتش كلامها وخفت من طريقتها في الكلام. ومرت السنين وجه عمي اخو ابوي علشان يطالب بحقه في ورثه من والدي، لان ابوي ما كانش عنده اولاد غيري. المهم كان عمي طماع لابعد درجة. عمي يا جماعة طمع في الفيلا، وامي عرضت عليه انه يصبر علينا شوية عبال امي ما تكون جهزت مبلغ كويس وتديه لعمي مقابل الورث. لكن عمي رفض وجاب مراته واولاده علشان يسكنوا معانا في الفيلا كنوع من التطفيش يعني. وفعلا عمي جاب مراته وعياله وجو سكنوا معانا في الفيلا، ومن اليوم ده وحياتي تحولت الى كابوس.
من ساعة ما عمي ومراته جم وسكنوا معانا وكانت مرات عمي معانا، مرات عمي كانت بتسلط ولادها يضربوني في الرايحة والجاية لأنهم كانوا أكبر مني، فكانوا يضربوني دايما. وفي يوم مرات عمي شافتني بتكلم مع الأميرة اللي بتجيلي علشان تلعب معاي. مرات عمي فتحت باب أوضتي ودخلت عليا وفضلت تضحك وتقول بتكلمي نفسك يا مجنونة، انت فعلا ملبوسة زي ما الكل بيقول عليكي. وأنا هنا رديت على مرات عمي وقلت لها أنا مش مجنونة، بس مرات عمي قالت وكمان بترد عليا يا مجنونة وزقتني، وأنا وقعت على الأرض وتعورت. وساعتها أنا نمت في الليلة دي وأنا بعيط من الألم، وصحيت تاني يوم على خبر اختفاء مرات عمي. ايوه يا جماعة، تاني يوم صحيت على خبر اختفاء مرات عمي، اختفت. وفضل عمي يومين كاملين يدور عليها لكن ما كانش ليها اي اثر. وبعد 3 ايام جه الغفير وقال لعمي احنا لقينا مراتك. وعمي طلع جري بسرعة مع الغفير ولقيوا مراته، بس لقيوها جثة هامدة. لقيوا مرات عمي يا جماعة غرقانة في النيل ووشها وارم وباين على عينيها علامات الرعب. ومن يومها عمي خاف مني وساب البيت وخد أولاده ومشي من البيت. وفضل عمي يردد في البلد إني مسكونة وأنا اتجنيت، والناس بدأت تخاف مني، حتى قرايبي واللي كانوا قريبين مني وأصحابي خافوا مني. وفضلت وحيدة حتى الآن، حتى يعني اللحظة اللي بحكي فيكم ليها القصة بدون صاحبة ولا زوج. لا واحدة عايزة تصاحبني، أقارب ابتعدوا عني، ولا فيه أي شاب تقدم لي علشان الزواج. والقصة ما صاحبة القصة ما زالت عايشة حتى الآن في الأقصر. وأتمنى يا جماعة القصة تكون يعني نالت على إعجابكم وعرضناها بشكل كويس. وما تنسوش يا جماعة اللايك والكومنت بيرفع الفيديو، واستنونا إن شاء الله في قصص قادمة بعون الله.